السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم على توصية جديدة من توصيات رامبل التابعة لمنصة ساندر. طبعا التوصية بتاريخ اليوم 20 فبراير 2024. التوصية خاصة بسهم ENGC الصناعات الهندسية والمعمارية. طبعا القطاع العقاري، القطاع اللي احنا اتكلمنا عنه كتير، القطاع اللي احنا قلنا عليه هو والقطاع الدوائي، ان هما القطاعين اللي دلوقتي واخدين الترند الصاعد. طبعا التوصية هنرجع لها على المنصة الرئيسية بتاعتها الخاصة برامبل. طبعا السهم هو ENGC. كان في توصية عليه بتاريخ 5 فبراير 2024 بالشراء، ونزلت توصية امبارح بتاريخ 19 فبراير 2024 بالاحتفاظ بالسهم. السعر الأخير اللي بتداول عليه السهم دلوقتي 25 جنيه و12 قرش. السعر المستهدف 34 جنيه و20 قرش. العائد المتبقي 36%، يعني لسه 36% متبقي من الايه، من عائد السهم. طبعا كان النسبة أكبر من كده، كانت حوالي 60%. طب ازاي كانت 60%؟ لأن السهم ارتفع. كان بتاريخ 5 فبراير 2024 كان بيتداول بسعر أقل من السعر الأخير دلوقتي اللي هو 25 جنيه و12 قرش. طبعا هنرجع على تطبيق ساندر وهنشوف الكلام دوت بيقول ايه. طبعا هنشوف السهم دلوقتي بيتداول بسعر كام. ENGC. طبعا السهم دلوقتي بتاريخ اليوم حقق زيادة 4.5%. طبعا هو كان وصل أعلى سعر ليه 26 جنيه و30 قرش. ده كان أعلى سعر وصل لتداول اليوم. طبعا هو كل شوية هيرتفع. طبعا احنا بنتكلم السهم ده قوي جدا. من أسبوع اللي فات بس ارتفع 20.5%. طيب طب من أول الشهر زاد 72%، يعني شهر واحد بس حقق السهم زيادة قدرها 72%، ولسه كمان منتظرين يحقق مستهدف ليه 36% زيادة أو عائد. يعني أسبوع واحد يا جماعة حقق 20.5، يعني بالفايدة بتاعت البنك. يعني لو حد معاه مثلا 100,000 أو 50,000 أو 200,000، لما يحقق فيهم 20% في خلال أسبوع ولسه منتظرين 36%، يعني ما يقارب من 55%. كل الكلام دوت في حدود شهر أو شهر ونص بالكتير. يبقى احنا طبعا بنتكلم عن استثمار، واستثمار أفضل من البنوك وأفضل من الشهادات اللي بيصدرها البنوك بكتير. ده بالنسبة للسهم الأولاني. طبعا سهم بالم هيلز اللي أنا لسه متكلم عنه النهاردة في فيديو من أول الجلسة، أول جلسة اليوم. طبعا السهم أنا كنت بتكلم عليه من فيديو منزله قبل دوت على الساعة 9:30 أو 10. طبعا في خلال نص اليوم في الساعة 11:30 عمل ارتفاع رهيب، وصل ل4 جنيه و10 قروش. يعني هو تعدى المستهدف الأولاني اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو 4 جنيه، ووصل ل4 جنيه و10 قروش. طبعا ده بالنسبة للسهم بالم هيلز. طيب نرجع لسهم ابن سينا فارما اللي انا بتكلم عليه بقالي فترة. طيب نشوف ابن سينا فارما. ابن سينا فارما النهاردة حقق ارتفاع 5%. 5%. طبعا يا جماعة احنا بنتكلم كلام وتوصيات. توصيات ديت بتبقى بناء على تحليل فني وتحليل مالي. يعني احنا ما بنتكلمش تحليل مالي بس. يعني طبعا الناس اللي فاهمة انا بتكلم عن ايه. في فرق كبير قوي بين سعر السهم المالي اللي المفروض يوصله والتحليل الفني اللي بناء على الشارت اللي احنا بنحكم عليه وبنقول ان السهم دوت فيه مستهدفات لسه ما وصلهاش، في نسب لسه السهم دوت مستهدفها الأعلى. طبعا القطاع الطبي والقطاع العقاري هم القطاعين اللي واخدين الترند الصاعد. فأرجو من الجميع يستفيد، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.